تخيل انك ماشي لوحدك في طريق كله غيوم، مفيش صوت غير صوت خطواتك على الارض، وفجأة تشوف ظل واقف من بعيد مش قادر تميز ملامحه. اللحظة دي ايه اول حاجة هتعملها؟ تقف مكانك وتحاول تفهم مين ده، ولا تمشي بسرعة وتكمل طريقك كأنك مشوفتش حاجة، ولا تروح ناحيته وتواجه الموقف بنفسك؟ اديلك 5 ثواني تفكر فيهم وبعدين هقولك اختيارك ده معناه ايه. لو اخترت الاختيار الأول اللي هو تقف مكانك وتحاول تفهم مين ده، فأنت شخص بتحب التحليل، ما بتخافش بسهولة، لكن بتحتاج تفهم كل حاجة قبل ما تتحرك، بتواجه خوفك بالعقل مش بالهروب. أما بقى لو كملت طريقك بسرعة، ده معناه إنك بتحاول دايما تحمي نفسك من أي حاجة غامضة أو مش مضمونة، تفضل الأمان على الفضول، وبتحب تسيطر على الموقف حتى لو بالانسحاب. أما بقى لو قررت تواجه الظل بنفسك، فده بيكشف عن شجاعة وفضول كبير، لكن كمان ممكن تكون بتغامر أكتر من اللازم، لأنك بتسعى دايما ورا المجهول حتى لو خطر. في النهاية، رد فعلك في المواقف الغامضة مش مجرد تصرف عابر، هو مراية بتعكس أعمق ما فيك. وبس كده. لو عجبك الفيديو منساش تعملها لايك وفولو وسبسكرايب، وشارك الفيديو ده مع صحابك، واستنى فيديوهات كتير مختلفة الفترة الجاية.